وكل التوفيق للمنتخب التونسي. نروح للمنتخب المغربي. منتخب المغرب بيلعب الاربع، هيبدأ مشوار يوم الاربعاء ان شاء الله مع كرواتيا 12 ظهرا. المغرب التشكيلة المتوقعة ليها وعلى ضوء متابعتنا لمباراة جورجيا اللي فازوا فيها 3-0، على ضوء متابعتنا الإعداد مظبوط. التوقعات ايه بالنسبة انا شايف ان الصراحة المنتخب المغربي هو اكبر منتخب عربي عنده حظوظ. القائمة بتاعته قوية جدا، يعني حكيم زياش، اشرف حكيمي، ياسين بونو، قايمه الصراحه مدججه بالنجوم. كويسة. اكيد احنا منتظرين فعلا منهم ان هم يحققوا لنا حاجه. طيب، والملايين تتابع اليوم حفل الافتتاح لينطلق 4 عصرا توقيت القاهره، ومباراه الافتتاح قطر والاكوادور ضمن مباريات المجموعه الاولى في السادسه. والملايين تتابع اليوم حفل الافتتاح لينطلق 4 عصرا توقيت القاهره، ومباراه الافتتاح قطر والاكوادور ضمن مباريات المجموعه الاولى في السادسه مساء ان شاء الله. المباراه حضرها الحكم الايطالي دانيلي، وايضا يعني ان شاء الله الفرق العربيه والافريقيه توفق في هذا الحدث الكبير. النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقرتين حواريتين. بعد فقره بانوراما الاخبار الرياضيه هيكون في ضيافتنا او معايا شخصيا هيكون معايا المهندس عمرو صبري، ده مؤرخ ورئيس لجنه التوثيق والتاريخ في نادي الاتحاد السكندري. هنتكلم معاه على تاريخ الفرق العربيه وتحديدا يعني المغرب وتونس والسعوديه، قطر ربما اول مشاركه، وبالتالي هيكون الكلام اكتر على الثلاثه منتخبات الاخرى. ايضا في الاسكندريه وفي نادي الاتحاد كانوا عملوا مؤخرا كتاب خاص عن نادي الاتحاد السكندري بالتعاون والتنسيق مع مكتبه الاسكندريه. هنعرف اهم ما حوى هذا الكتاب اللي المهندس عمرو كان ليه دور كبير فيه ايضا. وكل التوفيق للمنتخب التونسي. نروح للمنتخب المغربي. منتخب المغرب بيلعب الاربع، هيبدأ مشوار يوم الاربعاء ان شاء الله مع كرواتيا 12 ظهرا. المغرب التشكيلة المتوقعة ليها وعلى ضوء متابعتنا لمباراة جورجيا اللي فازوا فيها 3-0، على ضوء متابعتنا الإعداد المنتخب المغربي: ياسين بونو، لا خلاف على ياسين بونو طبعا الحارس العملاق بتاع اشبيلية، لا خلاف على اشرف حكيمي سواء لعب باك رايت او باك ليفت نجم باريس سان جيرمان المميز، نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اكرد، الاثنين طبعا قلبي دفاع مميزين جدا، سفيان امرامت مجهود رائع ولا افضل ومكوك في خط الوسط. امامه هنا بقى الخلاف، هل يلعب سليم املاح وعز الدين اناحي ولا هل يلعب عبد الحميد الصابري؟ هنا بقى في الكلام، وهنا بتختلف وسائل الاعلام. هنعرف الفكر بتاع وليد الرجراجي. امامهم حكيم زياش على الجانب الايمن لا خلاف، وسفيان بوفال على الجانب الايسر، ويبقى ايضا راس الحربه يوسف نصيري اللي تالق في مباراه جورجيا، ولا عبد الرازق حمد الله. عبد الرازق حمد الله عنده مميزات، بيتحرك جوه الصندوق بشكل جيد، ويوسف نصيري بيعمل مجهود دفاعي بيتحرك بره وجوه، بس ربما عبد الرازق حمد الله عنده قدرات تهديفيه مميزه. طيب الطريقه 4-3-3 دي تدريبات المنتخب المغربي، وادي هو وليد رجراجي اللي بيشاور لكم ده وبيشاور لنا. نقول له بالتوفيق ان شاء الله، وبالتوفيق للمنتخب المغربي. بالتوفيق للفرقه العربيه. هسيب استعدادات الفرقه العربيه ومباراتها، بعرفنا خلاص مباراتها قطر النهارده مع الاكوادور، السعوديه هتلعب مع الارجنتين يوم الثلاث الساعه 12، الساعة 3 تونس بتلعب مع الدنمارك، الأربعاء المغرب بتلعب مع كرواتيا. والحقيقة اسكندرية دايما مليئة بالمواهب والكفاءات. شكرا، انا متشكر لحضرتك. طبعا يوم مميز النهارده، بداية كأس العالم. الأمال معقودة على المنتخبات العربية. عندنا 4 منتخبات: المغرب وتونس قطر يعني السعودية. احنا السعودية، يعني احنا منتظرين بقى المرة دي ما نتكلمش كتير بقى في التمثيل المشرف، عايزين نشوف الدور اللي جاي، عايزين ان احنا بعد كده يبقى لينا انجازات اكتر من كده. يمكن المنتخبات العربيه شاركت 25 مره قبل البطوله دي، ولو هنحسب البطوله دي فاحنا شاركنا 29 مره. مشاركه عربيه، 25 مشاركه عربيه. بتتصدرهم طبعا المغرب وتونس والسعوديه ب5 مشاركات، دي المشاركه السادسه ليهم. طبعا عندنا قطر والامارات والكويت والعراق، دول شاركوا مره واحده. منتخب مصر شارك 3 مرات، وعندنا كذلك المنتخب الجزائري شارك 4 مرات. في الحقيقه لو هنتكلم كده، لو هنستعرض يعني تاريخ العرب في المونديال، كل منتخب عربي كان ليه قصه، كل منتخب عربي كان ليه روايه او حكايه. لا بس المغرب انا بتكلم انا بتكلم عن المغرب. خلينا نبدا بالمغرب. يعني المغرب اول مشاركه ليها 70 مظبوط، وعملت تعادل وعملت ماتشات
طيبه مظبوط برضو. مظبوط. وتاني مشاركه ليها كانت 86. مظبوط. مشاركه 86 دي المشاركه المميزه. ما كانش لسه حد برضو يعرف قوي عن الكره العربيه والكره الافريقيه. المنتخب المغربي نجح ان هو يتاهل كاول مجموعته. عمل نتائج مميزه. كان مين معاه كابتن في المجموعه؟ كان معاه المنتخب الانجليزي، كان في يعني اسم واحد بس المنتخب الانجليزي، جاري لينيكر، ده كان هداف البطوله. والبرتغال كانت وصيف الاوروبيه سنه 84، ونجح المنتخب المغربي ان هو يقصي البرتغال من البطوله. يعني هو تعادل مع انجلترا، تعادل مع بولندا، فاز على البرتغال وتاهل. لما تاهل اصطدم بمنتخب المانيا، خسر منتخب المانيا بهدف في اللحظات الاخيره. خلي بال حضرتك ان احنا بنتكلم هنا المنتخب الالماني وصل للنهائي وخسر من الارجنتين. فبالتالي دي كانت مشاركه مميزه جدا لمنتخب المغرب. منتخب المغرب كان رايح، يعني كان حتى اكتر اسم معروف، كان في بس 5 اسامي بس محترفه، منهم عبد العزيز بودربالة طبعا، وفي محمد التيمومي كان افضل لاعب في افريقيا 1985. بعد البطوله دي بادو الزاكي برضو اخذ افضل لاعب في افريقيا سنه 86 واحترف في ريال مايوركا. على فكره عايز افكرك، ده كان في كمان خيري والبياز وظلمي والحداوي وكريمو. كل الجيل كان اكثر من رائع. واقول لك انه تحديدا في اسكندريه، انا 86 كنت موجود في اسكندريه بالمناسبه، وبعد ماتش البرتغال انا مش هنسى اليوم ده، لقيت كل شارع الاسكندريه خارجه وبتهتف مغرب مغرب مغرب. كان منظر جميل جدا. حتى قبلها المغرب لما كانت بتلعب في كاس الامم كان في اسكندريه مجموعتها جمهور الاسكندريه كان بيشجعهم. ففي بالمناسبه ترابط بينكم وبين المغرب قوي، وكل الشعب المصري والشعوب العربيه في ترابط اكيد. صحيح. صحيح. يمكن دي كانت ابرز مشاركه عربيه. بعد كده المغرب شاركت في 94 و98 و2018. ما كانتش على نفس قدر المشاركات، يمكن بس في 98 هم فازوا على كان عندهم جيل حلو في 98. مظبوط. نور الدين نايبت، مصطفى حجي، يوسف شيبو، وكاماتشو بصير. اتعادلوا هم مع النرويج، فازوا على اسكتلندا، خسروا من البرازيل وخرجوا من البطوله. صحيح. فدي كده دي كانت مشاركات منتخب هو الاميز 86 و98 اميز جيلين للمغرب. صحيح. الجيل ده كمان انا في رايي جيل مميز جدا. يعني هو طبعا في مشاركه اخرى هتتكلم عليها وبعدين نتكلم على الجيل ده. اكيد. هو كده احنا يعني كده اتكلمنا على مشاركات المغرب. هم شاركوا في 94 86 و94 و98 و2018 هي الاخيره. 2018 برضه عملوا ماتشات جيده، لكن جيل 98 و86 تحديدا كان الافضل. مظبوط. التوقعات ايه بالنسبه انا شايف ان الصراحه المنتخب المغربي هو اكبر منتخب عربي عنده حظوظ. القائمه بتاعته قويه جدا، يعني حكيم زياش، اشرف حكيمي، ياسين بونو، قائمه الصراحه مدججه بالنجوم. حاجه كويسه. اكيد احنا منتظرين فعلا منهم ان هم يحققوا لنا حاجه. طيب تونس قطر عربي شقيق. طبعا تونس له تاريخ